هلو. لو انت استفدت مننا قبل كده باي معلومه في الدايت، يا ريت تعملي لايك للفيديو ده، عشان زي ما قلنا قبل كده ان اليوتيوب بيرجع تاني يدعم محتوانا للناس المهتمه بالدايت. يا جماعه انا هقول لكم 10 انواع من الفطار ينفع تعملها لو انت عامل دايت من غير ما تزهق. افكار مختلفه تحافظ على عضلاتك، تحرق الدهون، تنفع في اللو كارب دايت، وتنفع في الشاي المتقطع. فركز معايا عشان هقول لك كل المعلومات اللي انا عارفها ان ازاي ممكن نعمل وجبه فطار لو انت زهقت من الاكل التقليدي شويه. الوجبه الاولى، الناس اللي هي بتروح الجيم لو هي معاها بروتين باودر، بروتين شيك، فممكن تاخد سكوب منه من البروتين ده على كاكاو خام، وتعمله سموزي على اي فاكهه عندها، وتحط عليها معلقه جوز هند كده مبشور، وتسيبها شويه وتبدا تاكلها. زي هتبقى حاجات تقيله شويه كده، وهتلاقيها مشبعه جدا، فيها بروتين، فيها دهون صحيه، هتشبعك فتره طويله وتبقى كلها بروتين، وتبقى حاجه لطيفه كده تعرف تاكلها وطعمها مختلف. دي رقم واحد. تاني حاجة، الناس اللي هي بتحب الجبن قوي ممكن تاخد نوعين جبنة زي أي جبنة خالي من الزيوت النباتية، فلامنك، ريكفورد، جبنة فيتا، تبقى صلبة كده، وهتحط عليها معلقة زيت زيتون، وهتحط عليها زي عصير ليمون كده بسيط قوي. والناس اللي بتحب السبانخ ممكن تحطها عليها، أنا ما بحبهاش بصراحة، فأنا باكلها بأي سلطة تانية، بس هي دي وصفة تبقى جميلة برضو قوي، وينفع تاخدها، وينفع تبقى فطار جميل فيه هاي بروتين دايت، في دهون صحيه، وفيها تبقى خضار تحط الانواع اللي انت عاوزها، وينفع تضيف عليها شويه مكسرات كميه قليله كده، هتبقى سلطه الجبنه بالمكسرات والسبانخ هنسميها كده. ده برضو فطار ممكن ينفع معاك. طبعا الثالثه وحدث ولا حرج، كل وصفات البيض التاريخيه، بيض بالسبانخ، بيض باللحمه المفرومه، بيض بالفراخ، بيض باللانشون الفراخ، بيض بالتركي المدخن، بيض باي حاجه، بيض وحط عليه اي حاجه. ده الفطار الافضل للدايت. انا بقول دايما لو انت ما بتحبش البيض في الدايت فيبقى عندك مشكله كبيره يا صديقي، وواجهه فتره صعبه. اكتر فطار بيشبع، اكتر فطار بيحافظ على الكتله العضليه بتاعتك، اكتر فطار هيحرق لك دهون، وافضل فطار تبدا بيومك هو ده البيض، وحط جنبه اي حاجه، احشي البيض باي حاجه. رقم 5، ودي هتبقى حاجه لطيفه لسه مجربها النهارده، كنت ممكن اصورها لكم والله بس انا نسيت الحاجات في الاوضه بتاعتي بعيد شويه. انك تجيب زبادي يوناني، بس ده هتاخد وقت طويل شويه، تحط عليه معلقه بذور شيا، وتحط عليه كاكاو خام، وتحط عليه برضو نص سكوب او سكوب كده من البروتين باودر للناس اللي عندها. لو انت بقى مش عندك بس اخوكي بيروح الجيم وعنده، خدي منه كده سكوب، ودي سيبيها 4-5 ساعات كده تعمل قوام كويس متماسك، هتبقى لطيفه قوي وطعمها حلو وكلها بروتين. فدي برضو هتوفر لك الزهق بتاع الفطار العادي بتاع البيض والجبنه القريش، فده هتبقى برضو اختيار كويس قوي. عايزكم تقولوا لي في الكومنتات ايه الفطار اللي انا قلته من دول، من اللي انا هقولهم دول كلهم هتجربوه النهارده وعجبكم، والفكره بتاعته كده ايه، ممكن تكون مطرقعه شويه، ويلا اما نشوف. ممكن بقى تبقى حاجه سموزي شويه، نجيب لبن لوز، حليب اللوز، وتاخد منه نص كوبايه، تقطع عليه فراوله كده، وهتحط لي عليه اما زبادي يوناني برضو تضربهم كده في بعض، او تحط عليه برضو سكوب بروتين من اللي عندك او من اللي عندك. دي برضو هتبقى فطار جميل، وهنتلجه وهنسقعه ونعمله كده نفرمه على التلج، هيبقى اختيار برضو جميل جدا وممكن ناخده. رقم 6 او رقم 7، الفطار السابع يعني، طبعا الناس اللي متابعه معايا هتفرح قوي، لان انا في الاغلب بقول لهم دايما جو تو ذا بيزك، كل بروتين جبنه قريش وبيض هتخس كتير، فهيفرحوا قوي بده. تعمل ساندوتشز من التركي المدخن، الشرايح الديك الرومي كده، شرايح التركي المدخن بسبانخ، بخضار، كابوتشي، باي حاجه تحطها وتملاها وهتبقى لطيفه قوي. بس ضيف لي عليها برده معلقه زيت زيتون، وضيف لي عليها حاجه تديها بس طعم شويه كده. اي مثلا في حد كان قال لي في الكومنتات قبل كده على الوصفه دي، كنت حطيتها ستوري على الانستجرام، ان هو حط عليها ورق نعناع، وكانت لطيفه جدا واديت طعم خطير يعني، فبرضه ممكن دي تجربوها هتبقى حلوه قوي معاكم. رقم 7 يا صديقي، ده فطار انا بفطره كتير، سلطه التونه العنيده، كل انواع السلطه وادام في الفطار، فممكن تحط عليها معلقه رمان مش دبس رمان كده متفرد، بتدي طعم خطير جدا، لو ما جربتهاش لازم تجربها. تحط كل الخضار، وتحط علبه تونه، وتحط معلقه زيت زيتون، وتغرقها ليمون، ولو بتحب الشطه حطها، انا كنت نزلتها برده ستوري قبل كده. فده فطار هيبقى لطيف جدا معاك وهتحبه، وهيبقى برده طريقه مختلفه شويه ان انت تفطر حاجه فيها بروتين عالي قوي وتديك طعم برده مختلف شويه. دي ممكن نضيفها للاطفال بقى اللي عامله دايت معانا كده، واحنا طبعا ممكن ناكلها يعني، بس مكلفه شويتين، فممكن تاخدها مره كده. كرات الكاجو غالي بقى، كرات الكاجو بالجوز الهند المبشور بالمسحوق بتاع البروتين. هتجيب كاجو اطحنه، وهتاخد منه شويه كده، تعملهم متماسك كده مع معلقه جوز هند مبشور، تحط عليهم معلقه جوز هند،
وهتحط عليهم يا اما برضو علبه زبادي يوناني يا اما برضو سكوب بروتين. ده بيدي طعم خطير. اعمله كوره كده وسيبه يبقى متماسك فتره طويله، حطه في الثلاجه بتاع 5-6 ساعات او من بالليل وكله تاني يوم. ده برضه هيبقى لطيف جدا وبرضه ينفع تبدا بيه اليوم، وطبعا هيبقى مشبع لان فيه بروتين كتير. وساعتها انا بس هحتاجك ايه بعده قبله بتاع تاكل لي طبق سلطه كده على المشا، هيبقى حلو قوي. اخر حاجه اللي انا ذات نفسي نفسي احبها، انا جربتها مرتين ثلاثه ما حبيتهاش، بس انا هحاول فيها تاني ويا ريت تقولوا لي نصايح في الكومنتات ازاي ممكن اجربها تاني وازاي احبها. سلطه الكينوا. الكينوا ده بروتين نباتي غني جدا في البروتين، فيه الياف كتير جدا، مشبع جدا جدا جدا. ممكن احط يعني سلطه كينوا بيتعمل زي الرز كده، بتتسلق كده. تقريبا معانا غلط ولا ايه؟ يعني انا عايز تقولوا لي تساعدوني في الموضوع ده لان انا مستخسرها، يعني شايف ان دي يطلع منها حاجات كويسه. تحط منها كميه كبيره عادي على طبق السلطه بتاعك، مشبعه جدا جدا. معلقه زيت زيتون، تحط عليها شويه ليمون، وينفع تضيف لها مكسرات وهتبقى برده فطار. يعني بغض النظر ان لو طعمه ظبط معاك وعجبك فده هيبقى فطار هايل جدا، هيشبعك فتره طويله جدا جدا. كل انواع الفطار دي فيها بروتين عالي، فيها دهون صحيه، فيها خضار، وهتفرق معاك جدا جدا جدا. قول لي في الكومنتات ايه اللي هتجربه منهم، قول لي في الكومنتات ايه اللي انا ما جربوش منهم، قول لي في الكومنتات حابب نتكلم في ايه الفيديوهات اللي جايه، وقول لي في الكومنتات انت من اول ما تابعتني كان وزنك كام وبقى كام. وما تنساش ان انا مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحله ومكمل معاك، وصاحي النهارده والله العظيم عشان اجيب لك افكار دايت، افكار فطار تكون مختلفه شويه. فقول لي في الكومنتات استفدت من الفيديو ده ولا لا، خليه عندك لان في افكار مختلفه ممكن تبقى تاهت منك وانا بقول الفيديو وترجع لها لما نخلص ان شاء الله. طبعا اكتر سؤال بيتسال لي يا دكتور في الوقت زي ده وقت الغروب كده ناكل ايه؟ عايزين ناخد سناكس، احنا عندنا رغبه للسكريات رهيبه جدا مش بنعرف نقاوم، فناكل ايه ونعمل ايه في الوقت ده؟ جايب لكم كل السناكس اللي ينفع ناخدها في الوقت ده لو انت عامل صيام متقطع، لو انت عامل لو كارب، فركز معايا كده فيهم لانها هتبقى حل جميل قوي. خلي الفيديو عندك لانهم كذا حاجه. اول حاجه انت ممكن تاكل زبادي يوناني، يعني ممكن تاكل زبادي يوناني في الوقت ده ومشبع جدا وهاي بروتين، وممكن تضيف عليه كذا حاجه. ممكن تضيف عليه فليفر زي اللي هو اللي انا كنت حطيت صورته قبل كده، سو بلس، بيدي طعم كويس. ممكن تحط عليه مكسرات، وممكن تحط عليه شيا سيدز، تنقع كده بذور شيا ساعتين ولا حاجه وتاخده، هيبقى مشبع جدا. ممكن تحط عليه معلقه كاكاو خام، فده سناكس هيكون لطيف جدا، وممكن تبقى الوجبه الاخيره واللي تصوم بعدها وهاي بروتين، فده جميل جدا. ممكن ناخد كمان مكسرات نيه تبقى لطيفه قوي، ممكن نحطها على الزبادي اليوناني، ده عين جمل، ف لطيف جدا بحبه وباخده يعني عادي. فممكن برضو تاخده في هذا الوقت الرخم اللي بتبقى عايز تاخد اي حاجه. ممكن تاخد اي بروتين شيك، يعني اي مشروب بروتين ممكن تاخده ويبقى سموزي. لو انت جو بقى حر قوي ممكن تسقعه جدا تخليه تلج، ومثلا لو انت عندك اي بروتين تاخد سكوبين كده منه على كوبايه ميه وهيبقى لطيف قوي. ممكن تحطه على الزبادي على فكره وتقلبه ويديك طعم كويس. وممكن هاي برو، انا برضو باخده قلت عليه قبل كده في كذا فيديو، ففي الوقت دوت هاي بروتين، وممكن برضه هيفرق معاك وهيقلل جوعك، وينفع لو انت عامل لو كارب، وينفع لو انت عامل صيام متقطع. حاجه الاعظم على الاطلاق اللي انا بحبها، اللي لو هم عاملين لي اعلان والله ما كنتش هقعد اتكلم عليها كده، الهيلث بريد او اي شوكولاته داكنه عندك. لو انت بي ام اس طبعا ده اختيار لازم تاخديه في هذا الوقت من الغروب القاتم. انت عايزه شوكولاته داكنه يا صديقتي فممكن تاخديه وهيبقى اختيار كويس جدا جدا جدا. فبرضه الشوكولاته الدارك ممكن يبقى اختيار كويس. ممكن نشرب يا جماعه حاجه، ممكن نشرب لافندر، وممكن نشرب كاموميل، ممكن نشرب نعناع، الحاجات اللي هي بتهدينا دي وممكن تبقى لطيفه قوي وممكن ناخدها دايما يعني، وتبقى حاجه جميله وتنفع في وقت الصيام احيانا كمان، فهتبقى اختيار برضو جميل جدا. ممكن كمان نعمل مشروب جوز هند، بس تبقى جوز هند بس كده، مش الحاجات اللي هي بتتشرى من بره، بيبقى لطيف قوي. وممكن تحط عليه معلقه جوز هند مبشور كمان، بيدي طعمه كويس قوي ومفيد جدا وكله فيتامينات. بس انا ما جربتوش فانا مش عارف طعمه ايه، فقولوا لي في الكومنتات حد جربه ولا لا، لان انا عاوز اجربه بصراحه، فقولوا لي في الكومنتات. ممكن اخد بروتين بار في الوقت ده برضو عادي، دي سناكس كتير لسه في حاجات كتير هقولها لكم يعني، بس ممكن ناخدها. ممكن ناخد حمص شام، ممكن ناخد ترمس، ممكن ناخد فشار، بس دول مش احسن حاجه. طيب هل بقى دي نقطه مهمه، هل اصلا انا بايد ان انت ينفع تاكل ده كتير وتاخد الحاجات دي كتير؟ الاجابه الحقيقيه يا صديقي لا، احنا عاوزين نستفاد بكل وقت انت بتاكلش فيه. وراجع الفيديو بتاع الصيام المتقطع مع ساعات الغروب، هو ده الوقت المهم ان احنا ما ناكلش فيه، ده الوقت المهم ان احنا نهدى. ممكن تعمل مديتيشن لطيف، ممكن تعمل بريثنج اكسرسايز، ممكن تعملش اي حاجه، ممكن تسمع مزيكا هاديه، ممكن خلاص تبدا ساعات الصيام بتاعتك وانت بتتخيل، عمال بتعمل لي تخيل كده
ان هو ده الوقت اللي جسمك مش لاقي فيه اي طاقة، فجسمك عمال بيحرق الدهون اللي عنده، وانت قررت ان انت هتسيبه يعتمد على نفسه والوقت ده يحرق فيها الدهون. لو مفكر ان السناكس خلصت فهي لسه مخلصتش. في مفاجآت انا عاملها عشان السناكس بتاعت بالليل، بتقلل الكريفنج وبتقلل الاحتياج للسكر. بس قولوا لي في الكومنتات انتوا عاوزين جزء تاني للفيديو ده ولا لا، وقولوا لي احلى حاجه لما شفتوا ان هي تنفع معانا دلوقتي فتحمستوا وعايزين تجربوها ايه هي، وقولوا لي انتوا بقى سناكس وانا اقول لكم في الكومنتات هي تنفع ولا لا. وخليكم عارفين ان الرحله صعبه بس الدايت للابطال، وانتوا ابطال.